مرحبا بكم متابعي قناة أحداث غامضة. في هذه الحلقة سنشاهد قصة أمارجيت صادا، سفاح بعمر 8 يقتل ضحاياه بدم بارد. لا شك عزيزي المشاهد أنك كثيرا ما قرأت عن أصناف وأنواع من القتلة والمجرمين، من قاطعي الجثث ومهشمي الرؤوس، لكن أن يكون هذا القاتل طفل بعمر 8، هنا أنا متأكد أنك ستصاب بالصدمة والدهشة. دعونا نغوص معا في تفاصيل قصة هذا السفاح الصغير الذي يقتل ضحاياه بدم بارد. ولد أمارجيت صادا، والبعض ينطقه أمارديب، عام 1998 في منطقة بيغوساراي بولاية بيهار في الهند. ينتمي إلى عائلة فقيرة جدا، فوالده ذلك العامل البسيط الذي بالكاد يجد قوت يومه. وعموما هذه الولاية تعد من أفقر مناطق الهند، وأغلب سكانها يعيشون بفقر مدقع. بسبب هذه الظروف القاسية اضطر أمارجيت للعمل في سن مبكرة جدا، وكان طفلا عاديا مثل أقرانه من الأطفال. بدأ أمارجيت جرائمه بأقرب الناس له، وكان أولى ضحاياه ابن عمه ذو 6 أشهر. ذات يوم ذهب أمارجيت إلى زيارة منزل عمه كما هي عادته، وحين كانت العائلة مجتمعة ومنهكين في تبادل أطراف الحديث، تسلل أمارجيت إلى الغرفة المجاورة حيث كان الصغير نائما بأمان الله. نظر إليه لبرهة، ثم قرر خنقه حتى الموت، وغادر المكان وكأن شيئا لم يكن. أما الضحية الثانية فكانت طفلة بعمر 8 أشهر، وصدقوا أو لا تصدقوا فقد كانت هذه الطفلة أخته الصغيرة. بينما كانت الطفلة نائمة حملها وذهب بها إلى أحد الحقول القريبة وضربها حتى الموت، وعاد إلى المنزل بكل هدوء. وحين سأله والداه أين هي، أخذهم إلى مكان جثتها. المثير للدهشة هو أن والد أمارجيت وأقاربه كانوا على علم بجرائمه، لكنهم أخفوا الأمر خوفا عليه من العقاب، وباعتبار أن الأمر شأن عائلي بما أن الضحايا من داخل الأسرة. وقد نفت والدته أن يكون قتل شقيقته، وقالت أنها سقطت منه دون قصد حين كان يحملها. كذلك أهل المنطقة كانت شكوكهم تدور حول الفتى الصغير، لكنهم ظلوا صامتين إلى أن جاء ذلك اليوم وقتل ضحيته الثالثة، والتي قادت إلى اكتشاف أمره. في أحد الأيام قامت إحدى نساء القرية وتدعى ديفي بوضع طفلتها الصغيرة خوشبو البالغة من العمر 6 أشهر، وضعتها في حضانة المدرسة وذهبت للقيام ببعض الأعمال المنزلية. وفي هذه الأثناء كان أمارجيت يتجول في الشوارع إلى أن وصل إلى المدرسة وقرر الدخول. لم يهتم العاملين لوجوده نظرا إلى أنه مجرد طفل بعمر 8. أخذ يتجول في المدرسة إلى أن وقعت عيناه على الصغيرة خوشبو التي كانت نائمة بسلام. لمعت الفكرة الشيطانية برأسه، وقرر أن يأخذها إلى أحد الحقول القريبة. حملها بين ذراعيه وتسلل خارج المدرسة، وذهب بها إلى مكان قريب خارج القرية. وضعها على الأرض وأخذ يضربها بطوبة حتى لفظت أنفاسها، وبعدها قام بتغطية جثتها ببعض الأوراق والأعشاب وعاد إلى المنزل. وحين عادت والدة خوشبو في المساء لأخذها، تفاجأت أن الطفلة اختفت من مكانها. جن جنون الأم المسكينة، وأخذت تصرخ حتى اجتمع أهل القرية وبدأوا البحث مع أقارب الطفلة. والصدمة أنهم وجدوها في أحد الحقول القريبة، وهي غارقة في بركة من الدماء ومغطاة ببعض أغصان الشجر.
حملوا الجثة وتوجهوا إلى مركز الشرطة وبدأت التحقيقات. وأثناء تجول الشرطة في البلد أخبر الأهالي عن شكوكهم حول أمارجيت، وأخبروهم كيف قتل شقيقته وابن عمه. في البداية شكت الشرطة في كلامهم، فهو مجرد طفل صغير، فكيف له أن يقتل هذا العدد من الأطفال؟ لكن سرعان ما فتحت الشرطة التحقيقات وبدأت باستجواب أمارجيت وعائلته لتنكشف لهم الحقائق المروعة. أثناء التحقيق كان أمارجيت قمة في الهدوء واللامبالاة، بل أنه كان يبتسم بكل برود. وليس هذا فحسب، بل أنه حين سأله الضابط عن الطفلة طلب منه أن يحضر له بعض البسكويت أولا. وبالفعل حين حصل على علبة البسكويت بدأ يروي تفاصيل جريمته المروعة بدم بارد ودون أن يرف له جفن، وأعطاهم شرحا مفصلا. واعترف أيضا بقتل شقيقته وابن عمه. شاتروغان كومار هو أحد المحققين في القضية، قال أنه طوال فترة حياته المهنية الطويلة لم يمر عليه شخص بهذه الثقة وعدم الخوف، ولا حتى ظهرت على ملامحه أي لمحة حزن أو مشاعر ندم أو على الأقل رهبة من رجال الشرطة. وأثناء التحقيقات حاول والد أمارجيت تبرير أفعاله بذريعة أنه لا يعرف الصواب من الخطأ، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، وأصرت الشرطة أنه مذنب ويعرف جيدا ماذا يفعل. وبالحديث مع أصدقاء أمارجيت قالوا أنه كان يحب رؤية الآخرين وهم يتألمون، وقالوا أيضا أنه كان يضربون كثيرا في لعبة الجندي واللصوص، وكنا لا نحب اللعب معه لكن كنا نفعل ذلك خوفا منه. تم تشخيص حالة أمارجيت من قبل عدد من الأطباء النفسيين، وخلصوا إلى أن لديه حالة من السايكوباتية، كما أنه يعاني من خلل في الدماغ أدى إلى اختلال التوازن الكيميائي، والذي يجعله يشعر باللذة والمتعة حين يلحق الأذى بالآخرين ويراهم يتألمون. وتم تشخيص حالته رسميا على أنه اضطراب في السلوك. وبحسب القوانين الهندية لا يمكن أن يحكم على طفل في هذا السن بأكثر من 3 سنوات قضاها في مؤسسة إصلاحية، وبسبب حالته العقلية فقد تم إيداعه في مصحة عقلية بعد أن قضى عقوبته. ويقال أنه تم إطلاق سراحه بعد أن أتم 18 من عمره. وتقول بعض المصادر أنه غير اسمه لإخفاء هويته، وهو الآن يعيش حياته بهوية واسم مستعار، ومن يدري ربما سيقترف المزيد من جرائم القتل. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بتعليق والضغط على زر لايك.